لقمة حميزة الأسطورية. أهلا بالأكيلة، معكم حميزة، واليوم مكملين معاكم في سلسلة أفضل مطعم اندونيسي في جدة، ومطعم اليوم جاوا جدة. نبدأ بأول شيء الساتيه، وأخذته ميكس، وهذا الجمبري. طبعا ساتيه بدون فول سوداني ما ينفع، بدون مبالغة ألذ ساتيه الجمبري اللي ذقته في حياتي. نغرق ساتيه الدجاج بالفول السوداني، يا سلام، مرة أحب الساتيه الدجاج. ليمون، تعال نجرب. مبدئيا طيبة، بصراحة تفوز. الحين يبدأ التقييم الحقيقي، بس أكيد قبل ما نبدأ صوص السمبل. أول لقمة لازم تكون لقمة راهية، حط من البطاطس والبيض، لقمة يقيم فيها الأكل الجاوي من جد. الابتسامة هذه معناته الأكل بدأ يدخل في الدماغ. لقمة ثانية، جربوها مع الفول السوداني حتعجبكم. لا تقول لي أفهم في الأكل الإندونيسي وما جربت المكرونة المقلية. عجبني الميكس بين اللحم والدجاج. تعال ناخذ لقمة مع الدجاج. الطبق الأخير رز مقلي مشكل، يجيكم بهذا الشكل. إذا طلبت الرز المقلي من جاوا جدة لازم تجربوا لقمة حميزة الأسطورية. سمبل صوص، شوية فول سوداني، شوية صويا حلوة، صمطرة. تعالوا نجرب، نقلبها كويس. لقمة حميزة الأسطورية، أسطورية. والحين جاء وقت التقييم. حقيم جاوا جدة بناء على 3 نقاط: الجودة والطعم والسعر. الجودة واضح انهم يستخدمون شيء نظيف، الله يبارك لهم. والطعم بالنسبة لي مرة ناسبني. الحين اباكم تكتبوا انتم في التعليقات. بالنسبة للسعر انا اشوف صراحة الاقل بين المنافسين. اكتبوا لي تقييمكم في التعليقات عن جاوا جدة. كان معكم حميزة، اشوفكم في تجارب جديدة. سلام.